رضا عبد العال يؤكد: أوسوريو ذبح هذا اللاعب وكان سيفوز على بيراميدز بفارق أهداف. لكن في البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنقدمه من اخبار نادي الزمالك اليوم. رضا عبد العال لاعب الزمالك والاهلي السابق اكد ان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ظلم اللاعب احمد عبد الرحيم ايشو بالدفع به اساسيا خلال مباراة بيراميدز الاخيرة. رضا عبد العال وعبر تصريحاته الأخيرة أكد أن أوسوريو ذبح إيشو خلال مباراة بيراميدز، مؤكدا أن أوسوريو بدأ المباراة بتشكيل خاطئ وفقد الشوط الأول بسبب الطريقة التي بدأ بها المباراة. واستكمل عبد العال أنه كان يجب على أوسوريو تغيير عمر جابر والمثلوثي وإعادة سيد نيمار إلى الجانب الأيمن ومعه عبد الرحيم إيشو كجناح أيمن، بالإضافة إلى مصطفى شلبي ناحية اليسار، مؤكدا أنه وقتها كان الزمالك سيفوز على بيراميدز بفارق أهداف.